90% من اللي بيبدأوا في المجال AI بيبدأوا غلط وبيندموا بعد كده، أنت منهم والّا لأ؟ فاكر إن الdeep learning هو أقوى حاجة وهو الطريق للنجاح؟ للأسف ده أكبر فخ. خلّيني أبسّطها لك، الmachine learning أنت اللي بتقول الكمبيوتر اتعلم كذا، لكن في الdeep learning الكمبيوتر بيتعلم لوحده. بس استنى، اللعبة هنا هتتقلب، الmachine learning أنت اللي بتقول له بُص على الحاجات دي كويس وبتحدد له المميزات وبتساعده على الفهم، لكن الdeep learning بيقول لك ولا تقول لي أي حاجة، أنا هافهم. بيشوف آلاف الصور وبيطلّع القوانين بنفسه. بس الحقيقة اللي ما حدش هيقول لك عليها، الdeep learning محتاج داتا ضخمة وأجهزة قوية ووقت أطول بكتير. يعني لو بدأت فيه من الأول غالبًا هتتوه وتسيب المجال. السر الحقيقي إن الdeep learning مش بداية، ده مستوى متقدم. تستخدم إيه وإمتى؟ الmachine learning لو لسه بتتعلم والداتا عندي صغيرة، لكن الdeep learning لو الداتا عندي ضخمة وعندي مشكلة معقدة. الخلاصة عشان نوفر عليك شهور، ابدأ صح وبلاش تبان النجار. اللي بيفهم الأساس هو اللي بيكسب في الآخر. ابدأ machine learning بعدين deep learning وأنت جامد. AS Academy Future Skills. سلام.